لكن يعني سبقناهم واتصلت بنفس الجهات. طيب، وبدورنا نحن نشكر يعني علماء الدين المسلمين ورجال الدين السوريين الشرفاء يلي والمسيحيين وقفوا، بما انه عم نحكي عن وزارة الاوقاف ايضا، وقفوا وقفة شريفة مع الوطن ومع المواطنين السوريين. والحقيقة يعني معلش انا بدي اذكر الرسائل الكثيرة اللي عم تيجي كل يوم والطالب انه يكونوا موجودين عبر تلفزيون الدنيا وعبر الاعلام السوري، لانه لما بيطلعوا عم يشيعوا جو من الرحمانية والطمأنينة بالشارع السوري. لكم كل التحية والاحترام، ويعني إذا ما ذكرنا اسم حدا سقط سهوا فأيضا بنعتذر، لكنكم يعني محترمون من الشارع السوري. أنتم الوحيدون فقط الذين تمثلون الشارع السوري بأفكاركم وبتوجهاتكم وبأطروحاتكم. نتابع المقطع الخامس من الغرف السوداء البالتوك التي كانت تخيط وتحيك المؤامرة ضد سوريا. حتى الحرية سلمية سلمية بصدورنا العارية. الو مرحبا. الو مرحبا. الشيخ احمد حسون وين؟ الشيخ احمد حسون والله ما هو هذا ما هو الرائد من الحرس الجمهوري يا ابني. ما هو رقم بيته؟ وين رقم مكتب الأوقاف؟ وين رقم بيته للشيخ أحمد حسون يا أخي؟ بدك المقسم أخي. هات رقم المقسم، هات رقم المقسم يا أخي، ما عندي وقت. هات رقم المقسم. يلا أنت ثاني ابعت برقية، يلا ابعت برقية على حلب. ابعت أنت ثاني. إذا عندك الحرس بيعطيك المقسم يا أخي. هلا أنا وين حاكي؟ وين حاكي؟ مو على الأوقاف؟ أحمد حسون مو عندكم بالأوقاف؟ هات رقمه. هذا مكتب في الأوقاف، مكتب القرآن الكريم. هذا مكتب القرآن الكريم. طيب هات رقم الأوقاف عندكم، رقم المقسم، رقم المقسم. اطلب من المقسم من عندكم بتصل. أنا ما بعرف رقم المقسم يا أخي. أنا هنا. مين أنت؟ اسمك. لا ابعت لك هلق دورية، هلق ببعت لك دورية. شو اسمك؟ ابعت دورية على الوزارة. أنت تبعت لي دورية، ابعت دورية على الوزارة. لا اشحتك هلا على الوزارة. تعرف مع مين عم تحكي انت؟ انا بفرجيك. يلا يا ابني ابعت دورية، ابعت دورية على قسم القرآن. ارتعب خلص هيك، ما هو هي خطتنا، احداث البلبلة في صفوفهم والشائعات والخوف والرعب، نرعبهم نحن. يكون محترم ولا ما محترم، وزارة الأوقاف لازم تصير فيها بلبلة. نحن بدنا نساوي اهتزاز عندهم بالصفوف الداخلية. لا حرام ولا بطيخ مسمر، خلي مشان يتبروا من النظام. هيك عم بنساوي عندهم حقد على القصر الجمهوري وعلى الحرس الجمهوري، انه هيك عم بيتعاملوا معاهم. اذا يعني هو عم يقول لك حرام ردا على حدا قال له حرام تعمل هيك فرد عليه. على كل حال لو سمحت لي فاصل اخر ونواصل ما يجري في البالتوك. مشاهدينا الكرام لنا عودة. بودرة مرقة الدجاج من ماجي بتضيف أطيب نكهة على أكلاتك. برعاية الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي. الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات تدعوكم لزيارة أهم وأكبر معرض للجامعات في سوريا، المعرض 12 للجامعات والمعاهد ومستلزماتها. حلب فندق الشيراتون من 13 ل 15 تموز. دمشق أرض كيوان من 17 ل 19 تموز. أوقات الزيارة من 5 مساء وحتى 10 ليلا، بمشاركة نخبة من جامعات سوريا والوطن العربي والعالم. للاستفسار 334 6366. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أقرأ بعض الرسائل قبل أن أعود إلى ضيفي الكريم.